هو ليه النحلة بتموت بعد ما تلسعك؟ وازاي اللدغة الصغيرة دي ممكن تبقى سلاح مرعب؟ النحلة مش بس بتعرف تدافع عن نفسها، دي ممكن تهاجم دب أو أي حيوان ضخم تاني وتموت وهي بتحمي المستعمرة بتاعتها. بس ازاي كائن لطيف كده يتحول لمحارب انتحاري؟ عموما بلاش نطول كتير، خلونا نبدأ. بس في الأول كده، لو انت أول مرة تشوفنا ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتسيب لينا تعليق تقول لنا ايه رأيك في المحتوى اللي احنا بنقدمه. انا اسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. لسعة النحلة مش مجرد إبرة، دي أشبه برمح صغير بيحقن السم، ولو بصينا تحت الميكروسكوب هنلاقي إن الإبرة دي فيها سنتين شبه السكاكين الصغيرة، فيهم شوك عكس التاني، جزء بيتم تثبيته في الجلد والجزء التاني بيمنع خروج الإبرة من الجلد. يعني واحدة بتدخل وبعدين التانية تدخل بعدها، ولما بتدخل بتمنع خروج الإبرة. والمرعب فعلا إن تصميم الشوك اللي في السكاكين دي شكلها مش عشوائي، الشوك ده شبه شوك الصبار، متصمم إنه يدخل بسهولة لكن صعب جدا إن هو يخرج، وده بيخلي النحلة تقدر تخترق جلد الإنسان أو الدب بسهولة، لأنها بتركز كل قوتها في طرف الإبرة. بس في نفس الوقت علشان تسحب الإبرة دي تاني، النحلة بتحتاج قوة أكبر بكتير من اللي استخدمتها علشان تدخل، وببساطة هي مش قوية كفاية. فالنحلة هنا بتحاول تطير بعيد، لكن وهي بتطير الإبرة بتقطع أجزاء من جسمها وتفضل متعلقة في الجلد. ومش بس كده، كيس السم بيكمل ضخ السم حتى بعد ما النحلة تمشي، وبتكون دي طريقة فعالة جدا لضخ أكبر كمية من السم وتسبب أكتر وجع ممكن للي بيتعدى على الخلايا بتاعتها. لكن الكارثة مش هنا بس، وقت ما الإبرة دي تتقطع أجزاء من بطن النحلة والجهاز الهضمي والعضلات بتخرج معاها، واللي بيحصل بعدها إن هي بتموت موت مؤلم ممكن يستمر لأكتر من يوم. بس برغم إن هي خلاص بتموت، النحلة لسه ممكن تكمل هجومها وتفضل تطارد الحيوان، وإحنا لسه مش متأكدين إذا كانت النحلة بتحس بالألم زي البشر ولا لأ. بس اللي إحنا عارفينه كويس إن هي مستعدة تموت علشان تحمي المستعمرة بتاعتها. والهدف من الألم الشديد اللي بيسببه السم ده مش الانتقام، الهدف هو إن الحيوان يفكر 1000 مرة قبل ما يقرب من خلية النحل مرة تانية. لسعة النحلة بتبقى قاتلة بس لما تدخل جلد مرن زي جلدنا، لكن لما النحل يهاجم حشرة تانية والحشرة يكون جسمها صلب، الإبرة ما تتعلقش فيه، وساعتها النحلة تقدر تلسع أكتر من مرة زيها زي الدبور. إنما إن النحلة تضحي بنفسها وتقطع أجزاء من معدتها علشان تلسعك، ده سلوك متطرف جدا. بس ليه؟ الحقيقة إن النحلات العاملات وهم الإناث اللي بيقوموا بالشغل كله في الخلية، مش بيخلفوا أصلا. النحلة الوحيدة اللي مسموح ليها إن هي تتكاثر هي الملكة. دور العاملات هو إن هم يحموا الملكة ويضمنوا إن هي تفضل عايشة وتنتج أكبر عدد ممكن من النحل الجديد، وده حتى لو معناه إن هم يموتوا علشان يحموا أمهم وإخواتهم. فده قرار بيكون غريزة عندهم من غير تفكير. الخلية الواحدة ممكن يكون فيها 1000 نحلة، فبالتالي مش بيكون في مشكلة عند النحلات العاملات إن هم يضحوا بنفسهم علشان يحافظوا على آلاف النحل التاني. وبما إن إحنا بنتكلم عن الملكة، لازم نعرف إن هي كمان عندها إبرة نفس تركيبة إبرة العاملات تقريبا، بس استخدامها مختلف. بدل ما بتستخدمها للدفاع، هي بتستخدمها علشان توضع بيها البيض. والملكة تقدر تلسع، لكن الإبرة بتاعتها أنعم وأقل في الشوك، وغالبا بتستخدمها لما تتقاتل مع ملكات تانيين. وخليني أقولك إن مش النحل بس هو الوحيد اللي بيضحي بنفسه علشان المجموعة، وفي أنواع من النمل زي النمل المتفجر بيقدر يفجر جسمه ويفرز مواد لزجة توقف الحيوانات المفترسة أو النمل التاني إن هو يهجم عليهم. وفي كمان نوع من النمل الأبيض بيعمل نفس الحركة ويفجر نفسه علشان يدافع عن المستعمرة. في الحقيقة سلوك التضحية في الحشرات الاجتماعية يعتبر مش غريب، بس في المقابل في حشرات تانية ما بتفكرش تموت وبتلسعك كذا مرة من غير ما يجرى لها حاجة، زي الدبابير. الدبابير موجودة في كل مكان، بتحب الأكل السكري وتحب الأكل اللي فيه بروتين، سواء علشان تتغذى بنفسها أو علشان تاخده لليرقات اللي في الخلية. بالنسبة للدبابير لو قربت منها هتلسعك بسرعة وبعدين يطيروا ويكملوا شغلهم عادي، وده لأن الإبرة بتاعتهم ناعمة وما فيهاش شوك، فما بتتعلقش في الجلد، وممكن يستخدموها مرة ورا مرة ورا مرة. لكن في فرق كبير، اللسعة بتاعتهم فيها سم أقل بكتير من لسعة النحلة. والسؤال هنا، ليه النحل اختار يموت بلسعة واحدة وقوية والدبابير اختاروا يلسعوا كتير بس بسم أقل؟ في سببين مهمين. أولا، أعداء النحل غالبا بيبقوا كائنات كبيرة
زي الدببة وبيتهاجم الخلية كلها علشان العسل، ولو الدب قدر يوصل للخلية ممكن ياكلها بالكامل. علشان كده النحل لازم يواجه الدب بأقوى لسعة ممكنة عنده وتسبب أكبر ألم ممكن وتخلي الكائن ده يفكر 1000 مرة قبل ما يرجع تاني. والسبب التاني إن الدبابير مش بتستنى العدو يجي، هما اللي بيروحوا ليه. اليرقات اللي في الخلية محتاجة بروتين علشان تكبر، فالدبابير الكبيرة بيخرجوا عشان يصطادوا حشرات تانية وياخدوها للخلية، وفي المقابل اليرقات بتفرز مادة غنية بالسكر والدبابير الكبار بيتغدوا عليها. يعني في النهاية الدبابير بتعيش في دورة غذائية معقدة، يخرجوا ويصطادوا ويجيبوا الأكل لليرقات واليرقات تكافئهم بعصارة السكر. في الآخر النحل طور وسيلة دفاعية علشان يقدر يدافع بيها عن الخلايا بتاعته، إنما الدبابير هي بتهاجم الحشرات التانية. وبكده بتكون خلصت حلقة النهاردة، فما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتسيبوا لنا تعليق تقولوا ايه رأيكم في المحتوى اللي احنا بنقدمه، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.